تحدثت عن لقاء كركي. بالواقع كركي قالت أنها لم تدعو إلى هذا اللقاء، هناك من تداعى وأتى إلى كركي والصرح مصلوح للجميع. ألا تتشارك في هواجس اللقاء الذي حدث في كركي مع هواجس العماد عون؟ السؤال الثاني يعني وفي الجو الأول. إطلاقا ما في عندي هواجس. شو السبب؟ إنه باردون شوي التكفيريين بالعراق عم يضربوا المسيحية، إذا كان في هواجس عند المسيحية مثلا مثل كل الأحزاب اشتركوا بالخطف والقتل بشكل أو بآخر أو بالقتال داخليا، وموجهين الخوف تجاه حزب الله. كيف شكل الوحيد يلي ما شارك بالمشاكل الداخلية؟ طيب ليه أنا بدي خاف من ما في شيء بسجله، سجل مقاومة؟ لا بدي اتوجه بالخوف له، لا نسف كنيسة ولا نسف جامع ولا قتل حدا ولا خطف حدا. الوحيد من خاف منه لأنه آدمي يعني بهالموضوع أيضا. خلال انتخابات العام 2009 النيابية وقعت مايا كيروز ضحية اعتداء خطير على أوتوستراد جبيل لمجرد أنها رفعت صورا تعبر عن انتمائها السياسي. ولأن ممارسي هذا النوع من الاعتداءات غالبا ما لا يلقون العقاب، يتكرر المشهد باستمرار. جانيت مطر مواطنة كانت تجتاز طريق شويفات حيث اعترضتها مجموعة من الشبان الذين اعتدوا على سيارتها، وهي روت للMTV أنهم لاحقوها بعدما رأوا شعار القوات اللبنانية. فكيف يعقل حصول ذلك في وضح النهار على مرأى من قوى الأمن والجيش؟ وهل ممنوع على المواطنين التعبير عن انتمائهم السياسي والعبور في مناطق باتت كالجزر الأمنية؟ كنت طالعة شويفات، فقبل بشويفات بشوي بيتعرضوا لي شباب عمطويات، كانوا تقريبا شي 7 أو 6. عرفتي من هن هالشباب؟ ايه، لأنه في رموز كانت بتدل عليهم، لأنه حاطين سيف الإمام علي وفي لوجو للصغير برقبته لحزب الله. كانوا عم بيقولوا كلمات مش حلوه، عم بيسبوا للقوات وللمسيحيه ولانه بمنطقتنا وجاي كمان هيدا. فواقف قدامي بعد ما كنت منتبهه هون لشو عم بيصير. كنت لوحدك بالسياره؟ انه كنت انا ورفقات 2 صبايا، كنا 3 بنات ومعنا صبي صغير عمره 2 تقريبا. زمرت له هو عم ما يقطع يعمل لي بمنطقته وعم بتزمري لي كمان، وبلش يشبق السياره يزيح يمشي معي كيف انا ماشي ويوقفوا قدامي، وشوي في حدا منهم بينزل بيشبقني. والاحلى من هيك انه كان في جيش فوق كانوا عم بيطلعوا شو عم بيصير، بس الجيش ما تدخل. بعد شوي بيقطع كمان جيب جيش ثاني كمان كان ما عم بيشوف شيء قدامه، عم بيطلع وعم بفل، والعالم هنيك ذات الشيء. وكمان قطعت سياره الدرك للاسف، يعني كمان ما عملوا شيء. جانيت تمكنت من الفرار ولم تتقدم بشكوى لاعتبارها بأن لا أحد سيحرك ساكنا، إلا أنه من واجب المسؤولين ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم. في ظل أجواء التوتر الحالي نسأل: هل الأمر الواقع المفروض على البلاد يمنع محاكمة مرتكبي هذه الاعتداءات ومعاقبتهم؟